السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت لكم بهذا الفيديو جديد بطريقة ديال العسل سهلة وناجحة 100%، ونتمنى يعجبكم إن شاء الله. ناخدو واحد 2 كيلو ديال السكر سنيدة أو القالب ديال السكر، ونضيفو عليهم واحد لتر ديال الماء، يكون بارد عادي من الصنبور، ونضيفو عليهم واحد الحامضة مقطعة، شرائح ديال الحامض، وغادي نزيدو عليهم واحد العود ديال القرفة، نحركوه مزيان، نحاولوا نذوبوا شويه داك السكر. ومن بعد غادي نسدو عليه، لان استعملت طنجره ديال الضغط او الكوكوط، وغادي نحطوه فوق النار تكون مرتفعه حتى تبدا تصفر الكوكوط. ومن بعد غادي نقصوا عليها النار ونحسبوا ليها واحد 45 دقيقه. ومن بعد غادي يكون العسل ديالنا واجد بهذا الشكل هذا، بحيث تشوفوا الحامض تيصبح اللون ديالو على هذا الشكل هذا، تيصبح لونه بني. هذا تيضمن ان العسل ناجح ب100%. وغادي نخليه حتى يبرد، لانه في الاول تيكون سائل بزاف. ومن بعد ملي تيبرد تيصبح القوام ديالو على هذا الشكل هذا، يمكن لينا نستعملوه في الحلويات، يمكن نستعملوه لاي وصفه بغينا فيها العسل. ونتمنى يعجبكم هاد الوصفه هذه، تعجبكم ان شاء الله. وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك عندي. ونتمنى نلقاكم فيديو اخر باذن الله تعالى.